السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. راديو القاهرة الكبرى. أعزائي المستمعين، نبني لبكرة وإحنا معاكم أعزائي المستمعين من دلوقتي لحد الساعة 4:30. اليوم كانت هناك زيارة مهمة جدا وافتتاح مجمع الصناعات الآزوتية في العين السخنة. افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة، وذلك من ضمن الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الريادة بقطاع الأسمدة. والكثير من المعلومات عن هذا الافتتاح معنا الآن تليفونيا دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة. دكتور محمد، مساء الخير. مساء النور يا استاذ شيرين، ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. يعني عايزين نتكلم اكثر عن افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل تابع اليوم افتتاح هذا المجمع، وخلينا بس نحطه في مكانه. يعني الملاحظ ان في سلسله من افتتاحات لمشروعات كبيره كلها تقريبا بتخدم بعضها، وفي النهايه كلها بتخدم قطاعات مهمه من القطاعات الاقتصاديه في مصر، سواء كانت زراعه او غيره. فافتتاح مجمع انتاج الاسمده الازوتيه في مصر ده يعتبر استغلال كبير للمواد الخام الموجوده فعليا في مصر فيما يسمى بزياده القيمه المضافه. فكأن الدوله من خلال افتتاح هذا المجمع كانها بتضرب عصفورين بحجر. رقم واحد، بتستغل المواد الخام اللي كان وقت من الاوقات ممكن كان بيتم تصديرها خام، وفي نفس الوقت بتوفر منتج مهم جدا للانتاج الزراعي اسمه الاسمده، ولا يقام اي انتاج زراعي بدون هذه الاسمده، وبالتالي في امكانيه كبيره للتوسع الرأسي، بالاضافه لوجود مصدر للميه. عشان كده بقول لحضرتك الافتتاحات الموجوده خلال هذه الفتره كلها مكمله لبعضها. فافتتاح مصنع اسمده كان قبله افتتاح لمحطه معالجه ميه، سواء كان المحسمه او سواء كان بحر البقر او ان شاء الله قريبا محطه الحمام في شمال الدلتا. كل هذه المحطات بتوفر احد اهم المدخلات للانتاج الزراعي هو الميه، وافتتاح مجمع او مصنع بيوفر مدخل اخر مهم وهو الاسمده. عشان كده الدوله المصريه في هذه الفتره بتمشي على يعني خطه وطنيه قوميه واضحه المعالم، وكأن لاول مره منذ سنوات طويله ان الدوله تكون عارفه كويس جدا هي بتعمل ايه وبتحط رجلها فين. فدي كلها نقط مهمه. يعني كويس جدا ان بدأ يتم التركيز على مجهودات الدوله، لان السيد رئيس الجمهوريه اليوم كان كلامه واضح: خلي الناس يعرفوا، خلي الناس يشوفوا هي الدوله بتعمل ايه. في آلاف ومئات الآلاف من الأفدنة بتزرع في أراضي صحراوية فضلت ملايين السنين صحراء، ولكن ما حدش بيشوفها. ما هو الناس وخاصة الشباب ما بيشوفوش الأراضي دي. بتيجي صورة في التلفزيون، بتيجي فيديو، بيجي كلام، ولكن الموضوع هيختلف تماما لو الناس دي راحت شافت. تبص حواليك الجبال والصحراء اللي كانت معروفة تشوفيها مرة واحدة بقت خضراء. منظر لا يمكن يخرج عن ذاكرة الناس، وهيكون له تأثير كبير جدا في معنويات الناس. ادي الحاجة وادي المشروعات اللي الدولة بتعملها. بالضبط كده. يعني الافتتاح اليوم هو يعني سلسلة من الافتتاحات وتستكمل، وما زال لسه غدا كثير من الافتتاحات وكثير من الموضوعات لتصل مصر في الريادة في قطاع الأسمدة. وأيضا يعني مجمع الأسمدة الآزوتية لها تأثير كبير جدا للحفاظ على زيادة الرقعة الغذائية الزراعية. صح كده يا دكتور محمد؟ يا فندم طبعا أنا بتكلم على استزراع الصحراء. في النهاية الصحراء دي عبارة عن رمال خالية من العناصر الغذائية، ما فيهاش عناصر غذائية هتقدر تساعدني وأنا بزرع أي محصول، إن المحصول ده حتى يجيب الانتاج بتاعه. بدون هذه الاسمده لن يقام اي انتاج زراعي. ولكن انا لما بوفر هذه الاسمده محليا، بالمناسبه كان في كلمه السيد معالي وزير الزراعه قالها اثناء العرض، وهو
ان في دعم من الدوله على الاسمده اللي بيروح للمزارع الصغير بالتحديد. الفرق ما بين الاسعار العالميه للاسمده والسعر المتداول في السوق للاسمده المدعمه فرق كبير جدا، يعني تجاوز ال 75 او 80 مليار جنيه في 3 سنين بس دعم من الدوله لهذا القطاع المهم. انا لو بنتج الاسمده ما كنتش هقدر ادي الدعم ده، انا لو بستورد الاسمده من بره زي دول كتير جدا زي دول اوروبا بتستورد الاسمده ما كنتش هدي